ليه بدأت المشكلة في جزيرة الوراق؟ وليه أصلاً كان في مشكلة في جزيرة الوراق؟ تعالوا نشوف أصل الحكاية بالراحة، واللي الهدف منها التطوير والتعمير والتنمية، ومن غير ما حد يزعل ولا يتضايق. انتوا عارفين الجزيرة دي كانت زي بقية أرض مصر الطيبة اللي بتدي الخير لولادها، لكن الزحف العمراني والنمو العشوائي فضل يزيد ويزيد بمعدل 23 فدان بيروحوا مننا كل سنة. متخيلين؟ 23 فدان بيتدمروا كل سنة وينعدم خيرهم ويتزرع مكان الخضار والخير أسمنت قبيح وخرسانة أقبح وطوب أحمر في شكل كتل من العشوائيات. وبدل ما الجزيرة تفضل محمية طبيعية زي ما كانت، هجمت عليها العشوائية، وبدل ما كانت الخضرة بتملى المكان بقى لون الطوب الأحمر هو السائد. ويا ريت كان في قلب الطوب الأحمر ده سكن آدمي أو صح، ده اتزرع في قلبه سكن غير صالح لحياة كريمة ومنعدم المرافق والخدمة الأساسية، وعاكس صورة مشوهة على النيل وعلى البيئة المحيطة بيه، وكأن النيل العظيم ده بيروي غابة من الكتل الحمراء القبيحة. الدولة فكرت تطور المنطقة وتعيد الجمال للنيل وللجزيرة اللي كانت محمية طبيعية في الأصل، وتخلي جزيرة الوراق رئة ومتنفس لكل المصريين. جزيرة الوراق مساحتها 1295.5 فدان بما فيها مساحة أراضي النحر، فيها 5956 منزل مبني بالطوب الأحمر على مساحة 190 فدان. المساحة اللي في حيازة هيئة المجتمعات العمرانية 888.65 فدان، يعني أكتر حاجة بسيطة من 71% لو استبعدنا أراضي النحر. الدولة هتبني 94 برج فيهم 4092 وحدة سكنية، يعني في وحدات سكنية هتتبني للناس. ولما الدولة بتقرر تطور منطقة عشوائية، المسألة بيكون ليها قواعد وإجراءات تضمن حقوق الناس وفي نفس الوقت تضمن حق البلد في مظهر حضاري. يعني المسألة مش طرد ولا تهجير ولا كلام خزعبلي من اللي بيقولوه ولاد اللذين. الدولة حطت مبدأ الشراء الرضائي للناس، وحطت بدائل مختلفة للسكان علشان يختاروا الأسلوب اللي يناسبهم ويرضيهم. يعني المسألة مش عافية ولا إجبار، وزي اللي حصل في مشروع مثلث ماسبيرو بالظبط. وديكوا شايفين اللي كان عايز يرجع رجع، وكمان كان في تعويضات خاصة بالمباني وتعويضات تانية خاصة بالأراضي الزراعية. التعويضات الخاصة بالمباني بتتم عن طريق تقييم المنازل دي قبل التطوير. طيب إزاي هيتم تعويض المواطن؟ أولاً بنحسب تمن الأرض إضافة لتمن المنشأة، إضافة للتعويض 16,000 جنيه عن كل غرفة ساكنة. مش بس كده، الدولة أتاحت 867 وحدة سكنية مفروشة مجاناً وبسعر مخفض في مدن العبور وحدائق أكتوبر ومطار إمبابة للي عايز، والساكن من حقه يختار المكان اللي هو عايز ينتقل ليه. نيجي بقى للتعويضات الخاصة بالأراضي الزراعية. الدولة حطت 6 مليون جنيه تعويض للفدان الواحد، وأتاحت 200 فدان استصلاح بمدينة السادات بسعر 375 ألف جنيه للفدان للي عايز يشتري أرض هناك. يعني تمن الفدان الواحد في جزيرة الوراق بيساوي تمن 16 فدان في مدينة السادات. وده مش كلام ولا فض مجالس، ده إجراء حصل فعلا وبيحصل دلوقتي للسكان في جزيرة الوراق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ناس اتعوضت فعلا من سكان ومزارعي الجزيرة. عددهم كام الناس دي؟ 4145 حالة كانوا بيزرعوا 832 فدان بقيمة 5 مليار جنيه. الدولة خصصت تعويضات لسكان الجزيرة 5.7 مليار جنيه. ومعنى إنها خصصت الفلوس يعني الفلوس موجودة فعلا والدفع فوري، ومفيش حد هيقولك فوت علينا بكرة يا سيد. وحجم التعويضات المخصصة للأراضي المبني عليها 5 مليار جنيه، وحجم التعويضات المخصصة للمباني 600 مليون جنيه لعدد 2034 منشأة، منهم 111 مليون تعويض اجتماعي. وحجم التعويضات المخصصة لمنازل طرح النهر بالتراضي
وصلت ل 85 مليون جنيه لعدد 200 منشأة، منهم 20 مليون تعويض اجتماعي. ده كله بخلاف 320 مليون جنيه تحت حساب تعويضات قرار نزع الملكية. طيب والسكن البديل الجاهز دلوقتي للناس تكلفته قد إيه؟ السكن البديل الجاهز والمفروش مجاناً تكلفته 2 مليار جنيه. يعني والله المسألة لا هي أذى لحد ولا تجبر على حد، المسألة إن إحنا بنبني مصر لأول مرة صح، ومش عاوزين نسيب حاجة للأجيال اللي جاية تتعذب بيها وتدخلهم في متاهات. الدولة لما طلعت قرار نزع الملكية رقم 37 لسنة 2021، واللي كان بيشمل 100 متر يمين ويسار محور رود الفرج و30 متر كورنيش حول الجزيرة، كان غرضها ترجع صورة مصر جميلة زي ما كانت، وغرضها توقف العشوائيات اللي معذبة أهلها وبتضر بقية المصريين. نزع ملكية حرم محور رود الفرج كان الغرض منه إننا نعمل مساحة إجمالية 91 فدان للأغراض القومية، وهيتم نقل ملكية 66 و36 من 100 فدان وعدد 329 منزل من إجمالي 550 منزل. أما حرم الكورنيش اللي عرضه 30 متر حوالين الجزيرة فده هيكون مساحته 85 فدان، هيتم نقل ملكية 55 فدان بنسبة 65% وبعدد منازل 350 منزل، وتم بالفعل نقل ملكية 131 منزل بنسبة 38%. اوعى حد يفكر إن الدولة بتحارب مواطن في بيته أو لقمة عيشه، أبداً، ده بالعكس. كل المصاريف اللي اتصرفت واللي هتتصرف دي هدفها الأول إن كل مصري يفتخر ببلده، وإنها ما تكونش أقل من أي بلد تانية. ممكن يكون في ناس مش واصل لها الفكرة دي، وهي معذور، لأن ولاد الذين بيحولوا كل فكرة جميلة لأزمة علشان عاوزين مصر عشوائية، عاوزين مصر تفضل صورتها قبيحة رغم إن الجمال مصري والحسن مصري والأصل مصري. بكرة تشوفوا جزيرة الوراق دي هتبقى إيه؟ هتبقى بتعبكوا وجهدكوا وصبركوا أجمل مكان فيك يا مصر.